مش احنا طول عمرنا فاكرين ان الفانوس دخل مصر ايام الفاطميين؟ طلع الكلام ده غلط، لان الفانوس كان موجود في مصر من ايام المصريين القدماء، وكان ليه عيد كمان اسمه عيد المصابيح. في اليوم ده المصريين القدماء كانوا بيعلقوا الفوانيس على ابواب البيوت بتاعتهم وبينوروا بيها الشوارع، بس طبعا ما كانتش بالشكل ده، كانت عباره عن اواني مصنوعه من الفخار. والاثريين لقوا فعلا اكتشافات اثريه لاواني فخاريه وعليها اثار حرق الوقود اللي كان بيبقى جواها. العاده دي بعد كده اخذها الاغريق لما حكموا مصر في فتره من الفترات، وسموا المصابيح دي فانوس. وفانوس دي كلمة إغريقية قديمة معناها الشيء اللي بيتم استخدامه في الإضاءة. العادة دي بعد كده اتنقلت للأقباط اللي كانوا بيحتفلوا بميلاد المسيح وهم ماشيين في مواكب كبيرة جدا شايلين في إيديهم المصابيح أو الفوانيس، لحد ما تصادف إن في يوم خرج المصريين لاستقبال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وهو داخل القاهرة، والكلام ده كان يوم 5 رمضان. وقتها الناس جابت الأناديل دي علشان تنور الطريق للخليفة لأنه كان واصل بالليل، وقرر إن هو يخليها عادة في كل رمضان.